السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شلون صحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هاي منطقتي الجميلة، شارعنا كله أشجار وحلو، والجو كلش حلو جميل. طبعا رحت البيت جدي، وهنا أم طارق سوت لنا هاي الأكلة الشهيرة البديالة يسمونها. هنا عندنا خاطر أو روبة احنا نقولها، ودبس. وهاي الأكلة دهن حر وخبز حار مو مقسب يسووه، وبعدين يعجنوه بالهاي، يخلون دهن حر بالجدرية، ويخلون الرغيف على النار، يعني بالجدرية عند الدهن الحر. راح تمتص الدهن الحر، راح يثردوها هيجي ناعم، وبعدين يسمونها، بعدين يسمونها هاي مريسة، أو بعض المناطق يسمونها الفتيت، يعني لأن هيجي الخبز مفتت ناعم، وأكو يخلون عليه شكر، أكو يخلون عليه الدبس، فإحنا نخلي عليه دبس. وهنا يعني رجعنا الكركوك، كان صار ليل ورجعت، وصلت بالليل. المهم من رجعت مأساة والله، يعني فد انقهرت حيل، انقهرت من وصلت. أنا بقيت هناك يمكن يعني يومين، وبعدين رجعت لقيت هاي منطقتي. هسه الصبح رحت أجيب مخبر، قلت خل أصور المكان هذا الحلو، حيل يعجبني أشوف هاي الشجرة الشمسية، حيل يعني أحبها. هنا نباتات صاير بيها موتيها من العطش، كلها ذبلانة وميتة ويابسة. شوف شلون صايرة، كل النباتات يعني يابسة وميتة. هنا عندي تمر هند، هذا تمر هند ظلت بس العودان، يعني رايح منتهي محروق، ما منطينا مي، يعني وهي صاير بحاله. تمر هند هم كل حرامات، حيل انقهرت عليهن، كنت مداريتهن وشلون صارت مزرعة. والله كل من يشوفها يتعجب عليها واعتني بيها. يعني 3 أيام بقيت ميت الزرع وراي، شلون صايرات حطب. شوف طرق العودان، يعني كانت هيجي، هاي قبل كانت هيجي، شقد فرق الخضار والأوراق الورد، شقد حلو، كلهن كانت زاهيات نباتات. قهر شقد حلوات كانن. هوف، يعني النباتات مثل الطفل، إذا تهملوهن يموتن. هن شو يريدن مي والشمس، أو مي وفي أكو ظليات. بعدين بقيت يومين، وبعدين رجعت خالتي جاية من العمرة ورحت عليها. سبحان الله أنا وصلت كان زخة ما شاء الله، مطر يا ربي، إن شاء الله مطر خير وبركة على أمة محمد يا رب. طبعا فياض المطر. بقينا يومهم همين سوونا نفس هاي الأكلة الشهيرة مال ديالة، ودبس حار، دبس ودهن حار، وهي هاي مريسة يسمونها الأكلة. كلش أني أحبها، أنا من عشاق المريسة. وبعدين رجعت لبغداد، شوف الطريق بالرجعة، شوف المي شقد واقف بالشارع، يعني ما شاء الله يا رب صيبا نافعا يا الله، إن شاء الله خير وبركة يا رب. أنا صورت الطريق بس كانت الجامع يعني لين مطر ما يبين زين. وبعدين الصبح صح وصار عندي معاملة، رحت لبغداد كملتها، بس شنو تعذبت انشلع قلبي. يعني احنا عندنا شهيد من 2005، ذبينا فايل إله، بعدين الفايل لقينا بس المستمسكات كلها ضايعة، بس الجلاد يعني الفايل باقي. وأنا 4 أيام أركض من الدائرة مالته لمؤسسة الشهداء،
وماكو نتيجة. يعني آخر شي جان ينطوني يعني مستمسكات ومالت الأوراق بيها نقص. بعدين رجعت 4 مرات، أنا أرجع 4 مرات من مؤسسة الشهداء لدائرة مالته، وكلها كريتكسي وأرجع نفس الشي. آخر شي خلصت الحمد لله والشكر. يعني هاي بغداد وشوارع بغداد بعد المطرة الحلوة، يا رب الصيب النافع يا الله. شوف شقد حلوة، أحب بغداد. بعد الشوارع كلش حلوة. هاي العامرية، أنا رايحة على المعاملة وصورت وياي يعني الطريق. هاي رايحة على المعاملة للعامرية هناك، يعني الدائرة تكون هناك. فيعني هاي طريق المطار والعامرية كملتها. وبعدين صح تعبت وانشلع قلبي وصار بي انقهرت بذلت، يعني حيل تعبت 4 أيام معاملة ما تكمل، والله قهر. وبعدين بالليل سويت لهم هاي الكيكة الباردة. حبايب قلبي كلكم تعرفون الكيكة الباردة تتكون من البسكت هاي البسكت على صفحة، والصوص من حليب وشكر وكاكاو ونشا وكوبين مي، نخليهن على النار ونخبطهن إلى أن يصير هذا الصوص. نغمس البسكت بهذا الحليب ونفرشه ونفرش فوقها الصوص ونسويها على شكل طبقات. ونخليها بالثلاجة بعدين أو بالبراد تبرد ونقدمها مع الشربت.